شنو واقع دابا داخل البرلمان السويدي بخصوص الصحراء المغربية؟ تحركات جديدة للوبي الداعم لجبهة البوليساريو حاولت ترجع النقاش من جديد، ولكن في المقابل كاين دعم دولي كيزيد يقوى لمبادرة الحكم الذاتي المغربية. خليك معايا نختصر لك القصة كاملة في دقيقة. عدد من النواب داخل البرلمان السويدي وجهوا أسئلة رسمية لوزيرة الخارجية ماريا مالمير ستينرغارد باش توضح موقف السويد من قضية الصحراء. هذه الخطوة جاية بعد تحركات للوبي المغيد للبوليساريو اللي كيحاول يوقف أي تغيير ممكن في موقف السويد تجاه المغرب. ولكن في المقابل الحكومة السويدية أكدت دعمها للمسار اللي كتقوده الأمم المتحدة باش يتلاقى حل سياسي للنزاع. حتى المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا مازال خدام على تقريب وجهات النظر بين الأطراف. وبزاف ديال المتابعين كيشوفوا أن الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي المغربية ولا كيطلع أكثر، خصوصاً مع قرارات مجلس الأمن الدولي الأخيرة. بالمقابل اللوبي الداعم للبوليساريو كيحاول يستعمل نقاشات قانونية داخل أوروبا باش يأثر على المواقف السياسية، ولكن حسب عدد من الباحثين هاد التحركات ما غاديش تبدل الاتجاه الدولي اللي ولا كيشوف الحكم الذاتي كحل واقعي للنزاع. هذه كانت آخر تفاصيل التحركات اللي وقعت في السويد بخصوص قضية الصحراء المغربية. إلا بغيتي تبقى توصلك أهم الأخبار ديال المغرب بطريقة سريعة وواضحة، ما تنساش تدير فولو وسبسكرايب للقناة، وكتب لنا في الكومنت شنو رأيك في هاد التطورات. نشوفكم في خبر جديد إن شاء الله.